كلنا بنغرق في الحزن على غلطات الماضي، بنغرق في الندم على غلطات الماضي. احنا حرفيا بنسجن نفسنا جوه احزان الماضي والندم على الماضي. الحقيقة ان الندم مش هيرجع شيء، مفيش حاجة هترجع من الماضي. انت بس بتفضل تقول ليه يا رب عملت كده، وازاي اعمل كده، وازاي عملت كده في حياتي. انا روضة الشقيري، مستشارة في العلاقات ولايف كوتش، ودي سلسلة فترضى هنتكلم فيها عن كل التحديات النفسية اللي بتقابلنا وازاي نتغلب عليها، وازاي ايات القرآن يكون فيها الحل لكل الحاجات اللي بتقابلنا، وازاي كمان كل المدارس العلاجية الحديثة بتطبق آيات القرآن. ما بيعملش حاجة غير ان هو بيوقفك مكانك، بيشيلك عن الحركة حرفيا. انت فاكر ان انت ممكن تغير حاجة، لكن الحقيقة ان مفيش حاجة هتتغير. الندم عمره ما هيرجع شيء، هو بس هيشيل حركتك. اي حاجة غلطت فيها زمان واي فشل حصل في حياتك، اقف كده، اقف لوقت وتعلم الدرس. افهم الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لك، وافهم الدرس واعرف انت غلطت ايه وتعلم منه. اتعلم منه للمستقبل وبس. انت مش محتاج اكتر من كده، محتاج تتعلم للمستقبل. وافتكر ان كلنا كده، كلنا بنغلط، مفيش حد ما بيغلطش. احنا كلنا بني ادمين وبنغلط، ودي طبيعة فينا، فتقبل طبيعتك. ربنا عشان عارف قد ايه الندم مؤذي علينا وعلى نفسيتنا وعلى حياتنا كلنا. ربنا بيطمنا كلنا، بيقول لنا في كتابه العزيز لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ربنا عايز يقول لنا ان كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ، فانت اطمن، مفيش حاجة هتتغير، هو كله كان مكتوب وقدر مكتوب عند رب العالمين. فما تغرقش في احزانك والندم على الماضي، وتعلم الدرس ونفض هدومك وقوم وكمل حياتك. كمل وخليك دايما واثق، ولسوف يعطيك ربك فترضى.